عبد الرحمن، أنت الآن تتكلم دفاعا عن لغة الإعجاز، وأنت تكتب طبعا واضح أن القصيدة فصيحة، يعني قصيدتك هذه اليوم هي قصيدة فصيحة. لأنه لو لم نكن فصيحين ما كنا عرب. نعم. فالعروبة لم تحسب لنا إلا بالفصاحة أصلا، فهي متضمنة بالمبنى والمعنى. أنا أستغرب بس أن الدراسات الإسلامية وقصيدتك كلها أغاني ودفوف وعشق وغواني، فكان نعم، لأن العرب هم أهل ذوق أصلا، واللغة العربية هي الأغاني وهي الذوق وهي كل شيء، ماذا بقي لها وماذا بقي بغيره؟ فأنا أقول يعني لو خلت من الدفوف والأغاني والغواني والعشق لكان النبي في الدفوف والأغاني عندما جاء إلى المدينة المنورة. عندي ملاحظة على كلمة الرداح. الرداح الخود، كلمة الرداح مفرد والخود جمع. نعم. ولا يجوز وصف الجمع المفرد بالجمع. وشكرا. شكرا. أنا ما أبغي منك جواب. ذكر الإمام الحريري في مقاماته أن الخود هي المرأة الشابة الناعمة. الخود تلك. ذكر الإمام الحريري في مقاماته وهو حجة في اللغة العربية، توفي سنة 516 هجرية بالبصرة، أن الخود هي المرأة الشابة الناعمة، والرداح طويلة الأوراق. ومشكور سيدي الدكتور، وهذه لغة ومفردات، وأجبت بما عندي وما اطلعت عليه. الأهدل، كيف الحال؟ حياكم الله سيدي. أنا بسألك عن كلمة خريت، شنو خريت؟ الخريت في اللغة العربية العارف بمفترقات الطرق ومتشعباتها ومنحدراتها، كانت العرب تتخذه ليدلهم على المنعطفات والمنحدرات ومتشعبات الطرق. تقول العرب إذا قال الشاعر بكلمة ولم يدري معناها فاضربه بكف حتى يلتف. عبد الرحمن، أنا بقول لك خير من يمثل الجمهورية اليمنية فعلا.